في هذه الأرض عشنا أكثر من 300 عام ولا نعرف الأسباب التي نموت بها. أحيانا يقولون الحروب، القنابل، وبعضها أسرار مخفية عنا هذه الأرض. اليوم سنتعلم ونتعرف ونكتشف سوية أسباب موتنا، وهي محتومة. تقف حياتنا يا عزيزي المشاهد على ضغطة زر واحدة. يا نصبح رمادا كلنا، أم يعيش جزء من الأرض منا والجزء الآخر يذهب إلى الجحيم. اليوم سنتعرف عن سر من أسرار هذه الحياة، وهو القنبلة النووية. اهلا وسهلا فيكم فيكي بفيديو جديد وحلقة جديدة مهمة كتير. أنا آسف على القطع يا جماعة الخير، كنا هيك مباشرين بفلوجات وما فلوجات والصراحة يعني كنت مشغول شوي، يعني هيك انشغالات بالشغل، يعني بالحياة العملية يا جماعة الخير، وللأسف يعني كنت ماشي بالفلوجات نظامي، ولكن يعني صارت ظروف يا عزيزي المشاهد ما خلتني إني أكمل للأسف يعني بالفلوجات. ولكن يا أعزائي المشاهدين إن شاء الله مكملين معاكم للآخر بإذن الله. أوكي عزيزي المشاهد، موضوع اليوم موضوع تعليمي أكثر مما أنه يكون موضوع مسلي حرفيا. إحنا يا عزيزي المشاهد ما لنا عم نتطور فقط تكنولوجيا وعلميا وفوتوغرافيا ومن كل شيء يعني، ولكن حتى عم نتطور بالأسلحة والحروب حتى بين بعضنا. موضوع اليوم يا عزيزي المشاهد عن القنبلة النووية اللي كل الناس صارت تمتلكها، حرفيا كل دول العالم صارت عم تمتلك مثل هالقنبلة هاي، وعم بتحاول انها تغزي بعضها فيها هاي القنبلة. اليوم رح نتعلم ونتعرف يا عزيزي المشاهد عن كمية وضخامة جرم هاي الرأس النووي الواحد فقط لما بينضرب من بلد إلى بلد. اوكي عزيزي المشاهد، اللي بدك تقول لي انه قديش هو خطير هيك، وتشوفوا هذا الانفجار كيف بينبعث هيك، اول شيء ضغط بعدين بصير في تكسير وتفجير والى الاخره. هذا هو السبب يا عزيزي المشاهد، بيكون هذا اطلاق رأس نووي واحد فقط. عندك علم يا عزيزي المشاهد انه طول الرأس النووي الواحد يتراوح ما بين 5 أمتار إلى 10 أمتار. مش بس هيك يا عزيزي المشاهد، بل يتراوح عرض هذا الرأس النووي إلى 1.8 أمتار. نعم يا عزيزي المشاهد، فأنت تتخيل كمية الضرر يلي حتصير من وراء هذا الرأس النووي. وعندك علم يا عزيزي المشاهد أنه تمتلك الكرة الأرضية إلى 12512 رأس نووي. نعم يا عزيزي المشاهد، هاي معلومة يعني للأسف خطر علينا كلياتنا. هلا مع الأخبار، مع المصادر البحوثية الأمريكية، ومع كتر الصحفيين وهيك، يعني بيقولوا انه في 10,000 رأس نووي، ولكن مع البحوثات ومع الابحاث بين العلماء النوويين اكتشفوا انه في 12,512 حبة. يعني هاي الصدق عزيزي المشاهد، هذا العدد النهائي للرؤوس النووية. طيب يا عزيزي المشاهد، انت بدك تقول لي عرفنا كم عدد فيه وعرفنا كيف قديش طول الرأس النووي الواحد، انت بدك تقول لي يا عزيزي المشاهد انه شو بيصنعوه، من وين بيجيبوا لهذا الشيء هذا اللي ممكن انه يسبب اضرار كثير كبيره على عائلتنا وعلى كل شيء في الدنيا. يعني فجأة هيك بنكون قاعدين وفجأة ما بتشوف غير انه الدنيا كلياتها ضغط هوائي بتحس، وبعدين الدنيا بتصير كلياتها تنمحي يعني حرفيا عن الوجود. هيك لو بتشوف هيك من بعيد كيف تجي انفجارات سبق وخاصية. هذا يا عزيزي المشاهد، هذا بيكون بيصنعوه من اليورانيوم. نعم يا عزيزي المشاهد، من اليورانيوم. وهي مادة اليورانيوم يا عزيزي المشاهد بيستخرجوها من باطن الأرض، مثل النفط، مثل المواد النفطية يعني اللي بيستخرجوها من باطن الأرض. يعني النفط الأسود كلياتنا بنعرفه. اليورانيوم هاي المادة يا عزيزي المشاهد بيستخرجوها من باطن الأرض. يعني يا عزيزي المشاهد، هاي بتكون مادة، هاي بتكون الخام تبع النووي. عرفت يا عزيزي المشاهد؟ يعني هاي بتكون النووي حرفيا. طيب انت بدك تقول لي انه اذا حفرت بالارض انا ممكن الاقي نووي؟ لا يا عزيزي المشاهد، ما بتلاقي نووي هيك بهاي السهوله هاي، وين ما كان ما بتلاقي نووي. بتلاقي فقط يا عزيزي المشاهد في حوالي 20 دوله بهاي الكره الارضيه
عندها مناجم يا عزيزي المشاهد، بيستخرجوه من قلب المناجم فقط، ولا يستخرج من باطن الأرض. يعني بيستخرج من باطن الأرض عن طريق المناجم، عن طريق تنقيب وتنقيب المناجم فقط. يعني المناجم بيبحثوا عن ذهب، بعد ما يخلصوا من بحث الذهب بيبحثوا عن مادة اليورانيوم. نعم يا عزيزي المشاهد. أوكي يا عزيزي المشاهد. وأشهرهم باستخراج مادة اليورانيوم كازاخستان وكندا وأستراليا. نعم. اوكي يا عزيزي المشاهد، اللي انت بدك تقول لي انه كيف بيشتغل هذا النووي يعني، وشو بصير جواته لحتى هيك بيعمل هذا الضرر الهائل الكبير. انا راح اقول لك يا عزيزي المشاهد. هذا يا طويل العمر بيجي ذرات من النواة. بتجي يا عزيزي المشاهد ذرة من الذرات بتضرب في النواة. فلما بتضرب بالنواة يا عزيزي المشاهد بتصير عندها طاقتين انفجار. يعني بتنقسم النواة الواحدة إلى اثنتين، وبتصير يا عزيزي المشاهد هاي نفس الطابة الصغيرة اللي هي النواة الصغيرة بتصير تضرب في نواة الحبة الوحدة، بتقسمها لاثنين وبتصير تنتقل من نواة إلى نواة. فبتصير تشكل انه هيك ورا بعضهم ورا بعضهم ورا بعضهم ورا بعضهم كثير، وفجأة يا عزيزي المشاهد بصير هذا الانفجار الهائل بتشكل معنا. اوكي يا عزيزي المشاهد، خلصنا من انه تعرفنا على النووي. كيف بدك تحمي حالك من النووي يا عزيزي المشاهد لما انت تكون مثلا معرض لهاي الحالة، وانت بدولة احتماليتها انه تنضرب فيها نووي 80% او تسمع الخبر يا عزيزي المشاهد. اوكي يا عزيزي المشاهد، هلا انت ما في داعي تتلبك كثير يعني. راح اعطيك انا نصائح بتحميك 70% من الاذية تبعيت النووي بس، ولكن يعني مش لكثير يعني مدة. اوكي يا عزيزي المشاهد، هلا انت بتروح على حي الله مخبأ تحت الارض مثلا. يعني عندك مثل بيت او غرفة مقفلة تحت بيتك. فيك مثلا تقعد بقلبها دغري، يعني من اول ما بتسمع الخبر او اول ما بتشوف الاشعاعات. وعلى ذكر الاشعاعات يا عزيزي المشاهد، بدي اياك لما مثلا الانفجار بيكون قدامك ما تطلع على الاشعاع ابدا، لو ممكن في ثواني يعميك يا عزيزي المشاهد. نعم، يعني بيؤدي لك للعمى حرفيا من دون ما انت حتى تفكر. انه بس بتطلع هيك، يعني هو ضوء اقوى من الشمس بكثير، بيطلع هيك ضوء كثير قوي قبل صوت الانفجار وقبل الضغط الهوائي وقبل الانفجار بحد ذاته كيف بيجري، بيطلع ضوء كثير كثير قوي. فاياك انك تطلع فيه يا عزيزي المشاهد، او انك تفكر انك تنظر حتى. خبي عيونك يا عزيزي المشاهد، وحاول انك تنبطح بالارض وتخبي عيونك. وبعد ما تخبي عيونك يا عزيزي المشاهد، انه بدي اياك تروح على اقرب ابو، او يعني اذا بتسمع اخبار، او مثلا اذا بينكبس الزر يعني بتشتغل صفارات الانذار، بتسمع صفارات الانذار، بدي اياك تروح تتخبى باقرب ابو عليك يكون معزول عن الارض، يكون تحت الارض. وبدي اياك يا عزيزي المشاهد انك تبعد عن الازاز، تبعد عن الشبابيك، لانه على اثر الضغط اللي راح بيصير من هاي القنبله بصير في تكسير ازاز، بصير في يعني بسبب هاي النواة اللي بتصير بتضرب ببعضها بقلب الصاروخ نفسه. ولهذا السبب يا عزيزي المشاهد نواة سموه النووي. النووي يعني نواة كتير، فعملوا جمع نواة نووي، فلهيك يعني سموه نووي، انفجار نووي. ويعني يا عزيزي المشاهد انت بس انزل على الابو وسكر على حالك الباب. يعني خلي يكون معك مي، خلي يكون معك اكل، خلي يكون معك مونة تكفيك، يعني مونة تكفيك لمدة يومين 3 ايام يا عزيزي المشاهد. نعم. وبعد من بعد اليومين 3 ايام يا عزيزي المشاهد فيك تطلع، يعني بيكون راح اثر النووي نتفي، يعني بيكون خف. النيتروجين اللي بيكون طالع من قلبه بيكون خف، يعني خف من الهواء شوي. بالزمانات لما ضربوا نووي يا اعزائي المشاهدين، يعني انا ما بعرف باي دوله صراحه انضرب فيها نووي، بس هاي القصه يعني مسروده من المختبرات يلي شافت هالشيء هذا قدامها بعد ابحاث. هاي القصه بتقول يا عزيزي المشاهد انه بالزمانات ضربوا نووي او راحوا دغري الدفاع المدني، راحوا ليطفوا نار وهيك يعني، وكانوا لابسين يعني لباسهم الرداء تبعهم يعتبر انه جدا سميك، لا تخترقه النار يخترقه الهواء يعني. ومع ذلك يعني فاتت الذرات على قلب جسمهم وضرتهم. خلينا نفترض طيب يا عزيزي المشاهد انك كنت قريب كثير من الانفجار النووي هذا اللي راح يصير. اعتبر انه هاي موقع جغرافي. اوكي يا عزيزي المشاهد، انت مثلا هون والانفجار حيصير هون حرفيا، وانت وهون بالنص بالوسط. واذا هون اجى الصاروخ هيك عليك مثلا، هذا مثلا البرغي اجى هيك عليه، حرفيا هذا بيدوب. يعني هذا اعتبروه بني ادم داب اختفى،
واذا بدك تحسبها يعني على قطر دائري على 3 4 كيلو متر، يعني الناس اللي بتكون قريبه 3 4 كيلو متر من الانفجار نفسه، يعني بيكونوا بصير معهم حروق في الجلد، بصير معهم ذوبان بالجلد. هي عداك على الامراض المزمنه اللي بتصير بالمنطقه من بعد الامراض، من بعد الانفجار. وبعد الانفجار يا عزيزي المشاهد بصير بتشكل عنا مثل غيمات نوويه، غيوم نوويه يا عزيزي المشاهد. نعم. طيب بدك تقول لي شو مضره هاي الغيمات النوويه؟ هاي الغيمات النوويه يا عزيزي المشاهد على اثر وحماوه الانفجار وعلى شده الضغط يا عزيزي المشاهد بتحمل معها امطار، بتعرق هاي الغيمات فبتتشكل كلياتها نوويه، يعني غيمه نوويه حرفيا. صارت هاي الغيم، هاي الغيمات آثار الانفجار. وأسرع شيء بالعالم انتشارا يا عزيزي المشاهد هو الذرات النووية. نعم يا عزيزي المشاهد. اوكي يا عزيزي المشاهد، وبتصير بتمطر بكل منطقة، يعني بتصير من كل منطقة عن منطقة بتصير ينزل فيها مطر. وهذا المطر لما بينزل على جلدنا نحن بطبيعتنا البشر ذرات الجلد تبعتنا ما بتتحمل، فسبحان الله يعني بنصير نتحسس، بنصير معنا امراض مثل احا، سعلي، وجع بالحلق، نشفان في الريق، نشفان في الصدر. يعني حرفيا اسمه الموت البطيء عزيزي المشاهد، يعني ما منه شفاء. يعني يا حتما انك تموت يعني من الانفجار، او انيتك تموت اثار الغيوم النوويه. فيستحسن يا عزيزي المشاهد انيتك تركب طياره هيك وتطير على اخر جزيره بكوكب الارض منعزله، يعني تدور على جوجل ماب يعطيك الجزيره وتضلك قاطع تكت وتروح على اخر قاره في العالم. اوكي عزيزي المشاهد، وهي حلقتنا لهذا اليوم، وبعتذر انا على القطعه كمان اللي قطعت فيها، يعني قطعت في فتره يومين ثلاثه شغل. الحمد لله رب العالمين يا اعزائي المشاهدين، وبدي اياكم تضلوا بخير، وان شاء الله ما بصير هيك شيء، يعني اكيد هذا نتمناه نحن. وتضلوا بخير يا اعزائي المشاهدين، ولا تنسونا من اللايك والشير والسبسكرايب يا اعزائي المشاهدين. وان شاء الله ما عاد نقطع بقى عن الفلوجات، اكيد في فلوجات ومكملين بالفلوجات ان شاء الله. وللعلم يا اعزائي المشاهدين نزلتي على سوريا قربت ان شاء الله، ويعني بعد 14 سنة اللي مش نازل على سوريا، فحروح اعملكم في فلوج كتير كتير مهم، فلوج في جولة في بيتي في سوريا القديم يا اعزائي المشاهدين. نعم. يعني يا اعزائي المشاهدين مخبي لكم كثير شغلات ما راح اكشفها هيك هون على الكاميرا، اخبي لكم اياها مفاجأة ان شاء الله ان تعجبكم يا اعزائي المشاهدين. وحساب الانستغرام يا اعزائي الحلوين، وراح بنزلكم كثير ستوريات هنيك يا اعزائي المشاهدين. روحوا اعملوا لي ستوريات واعملوا لي تاجات هيك ونصير نحكي مع بعضنا. وكان معكم محمد زهران من قناة خرطوش. بحبكم كثير جايز، ضلوا بخير. باي.